فريون هيرب انجليزي موجود عند صبري ستورز. فريون هيرب انجليزي وبتشحن اوتوماتيك بالجهاز. احلى كلام. اول خطوة تسحب اي فريون او هواء قدام جوه الدورة، وتاني خطوة الفاكيوم هولد تيست، ده ان هو بيثبت لك ضغط جوه عشان يطلع لك فيه تسريب ولا لا، يعني عامل لك كشف بالمرة. دلوقتي بيغير الزيت اللي موجود في الدورة، والزيت ده طبعا مهم عشان الفريون يمشي كويس. دلوقتي وقت شحن الفريون. وكده احنا خلصنا، استنوا بورت 2 للتجربة. دلوقتي فيديو اختبار اداء التكييف. زي ما انتم شايفين درجة الحرارة 35.4. شغل التكييف بسرعة تالتة الساعة 6:16، ونحسب مع بعضينا وهي ابتدت تقل من اول ما الهوا الساعة طلع 6:18. دقيقتين بس ودرجة الحرارة وصلت ل8 وعمالة تنزل. 6:26 ووصلنا لدرجة حرارة 1.4. يعني كده عدت 10 دقايق من تشغيل التكييف، والسرعة قللتها للتانية في النص. ويعني هو تقريبا كان وصل لحد 2 مثلا من 6:23 دقيقة. فاللي هو ما شاء الله أداء جبار يطلع من أوبل يعني. وأحب أقول لكم الجو جوه يعني أكتر من تلج، ما شاء الله.